السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ اخباركم عاملين ايه؟ يا رب الكل يكون في افضل حال. حلقه جديده معاكم النهارده، مكملين في سلسله الفيديوهات القصيره اللي وعدنا حضراتكم بيها. هنتكلم النهارده في حلقه جديده بعنوان ازاي يا دكتور بيتم برد السنان. ناس عايزه تاخد فكره عن ازاي سنانها هتتبرد. راحت للدكتور قال لها هتعمل لي تركيبه، التركيبه هنبرد السنتين. لو عندها تعمل كوبري مثلا بتبقى في سنه مفقوده في النص، بيقول لها هنبرد السنه اللي قبليها واللي بعديها وهنركب عليها الكوبري اللي احنا هنركبه ده. ففي ناس عايزه تعرف خلفيه عن البرد قبل ما تروح تبدا فيه. برد السنان ده بيتم بآلة اسمها الكونتر، حاجه يعني ناس فاكراها زي الشنيور شبهه. بتبدا تبرد الدنيا، بتاكل من السنه داير ما يدور كده، بس طبعا بطرق معينه مدروسه وبحتت او عايز اقول بكميات محدوده. وبيكون طبعا معاها ميه نازله من الكونتر، ده الافضل. عشان كده تعرف ان انت لو في دكتور مثلا ما كانش بيستخدم كونتر ده مش كويس، لان الميه بتبرد، بتعمل تبريد عشان الحراره اللي بتكون طالعه من السنه اثناء البرد. لان ده لو كان في حراره بتاثر بعد كده على عصب السنه، فبتعمل لك الم بعد ما تروح. بس دي كانت ايه، يعتبر فكره عامه عن برد السنان. اشوفكم الحلقه الجايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.